الغرض من البرنامج ده مش ان احنا نولع الدنيا ببعض خالص، ان احنا نقول امتى يبقى في وقت لاطلاق النار وامتى يبقى في وقت لوقف اطلاق النار. حلقة النهارده بعنوان الاحترام. النهارده تحديدا انا معايا اتنين، ومش اي اتنين بالنسبه لي، دول يعني اصحابي وانتيمي. مين بقى هم دول؟ طبعا ليديز فيرست. نور، صح كده؟ صح كده، نورة. نورة ما جاتش بالحرف. اوكي. احنا مش في السجل المدني. لا، في السجل المدني. ومحمد نبيل الشهير ببلبل. اولنا كده صاحبي تمام. اتكلم زي ما انا عايز. تمام. متجوزين بالكم قد ايه تقريبا؟ 2.5 سنين. يعني امك يا اختي، يعني امك يا حبيبتي 2.5 سنين. صح ولا؟ استنى، هو انت حاسك بتقوليها بحزن؟ لا ليه؟ لا معلش ثانيه واحده، انا اتكلم زي ما انا عايز واسال زي ما انا عايز، وانت مش هتصغر لها وهي قاعده. لا مش بصغر تقول لها اللي والله. هي عايزاه. قالت لك 2 ومتاثره لك سلام، قول انت 2.5 واتبسط قوي. بتحترمي جوزك قدام الناس ازاي؟ بكلام، بنظره، باهتمام، بحركه؟ ممكن بكلام. ازاي؟ لا اديني مثال عشان اقول لك. قاعدين في قاعده انتوا كلكم معاكم، كل واحد جايب مراته وقاعدين مع بعض كده، وكل واحده بتتكلم على جوزها، فانت هتحترمي جوزك ازاي قدام الناس؟ اكيد بقول كل حاجه كويسه هو بيعملها، ده الاحترام يعني. اكيد مش هنقعد نتكلم نطلع في عيوب بعض قدام الناس. عسل. تتكلم عنها ازاي في الاحترام؟ تحترمها ازاي؟ هو نتكلم عنها ليه؟ يعني لو في ايه اللي حصل عشان بتحترم مراتك ازاي؟ بحترمها زي ما اي راجل بيحترم ست. ايوه ازاي؟ قول لي، علمني. مراتي هحترمها اكيد. بس ايه ازاي يعني؟ ما انا مش فاهم يعني ايه ازاي. يعني بتحترمها، ممكن مثلا انتوا خارجين مع بعض تقول على كلام حلو، تفتح لها باب العربيه وهي نازله. اكيد. انت كداب كدب الابل يالا. انت كداب كدب الابل يالا. لو حسيتي في يوم من الايام ان نبيل، محمد نبيل، انه بيقلل من احترامه ليكي، رد فعلك بيبقى عامل ازاي؟ بسكت، وممكن بقى نتكلم لما نبقى لوحدنا، لكن يعني ساعات بدي رد فعل طبعا لما بيبقى الموضوع كبير قوي، بس بعديها شويه بسكت خالص لحد ما يجي وقت مناسب ونتكلم. ده الكلام ده بينكم وبين بعض؟ لو قدام، هو عامه ما بيقللش مني قدام حد علشان نحط ان الموضوع ده مثال يعني. بس لو ده حصل مثلا اتعصب او حاجه فبسكت وقتها، بعديها بنتكلم وبنشوف فين الغلط وبنحاول نعالجه. حاج محمد، ايوه، لو هي اتعصبت بقى وفي البيت بقى، كانت هي مضغوطه ولا حاجه وزعقت وبتاع وهللت، تعمل ايه؟ في البيت ولا بره البيت تفرق؟ اعرف في البيت واعرف بره البيت. لا في البيت دي حاجه بيني وبينها، يعني بره البيت ايوه لا ممكن يجي لي الضغط لاني لازم بسكت وببقى ما ينفعش ان انا اظهر ده قدام الناس، بس يعني بيبان عليا شويه رياكشنات بقى. وانتوا قاعدين في قاعده لطيفه معاكم ناس جمال وبتحترموا بعض والدنيا تمام، وفجاه بصيتي لقيتي في نوتيفيكيشن جات له كده. ايوه. ثانيه واحده بس، قاعده في امان الله ونبيل ده القمر وشاب واحترام وقاعدين في نادي الدبلوماسيين، ولقيتي مسج كده ما عجبتكيش، هتعملي ايه يا غاليه؟ قدام الناس مش هعمل حاجه. ونروح البيت اعمل كل حاجه. ثانيه واحده، قدام الناس يعني دي رساله يا جماعه، ان اي ست قفشت جوزها او قفشت اي حاجه ما عجبتهاش لازم يبقى قدام الناس نديله برستيجه، اما بتروحي البيت بتسحبي البرستيج ازاي بقى؟ لا بتخانق بقى وبقعد ازعق وبقعد اعمل حاجات وبصوت وكده يعني. طبيعي يعني بتاع اي ست. الطبيعي بتاع اي ست مصريه اصيله يعني. بالظبط. طيب نبيل. انا اسف ان انا جيت. انا اسف والله. قاعدين برضو الدنيا لطيفه وبتاع، وفجاه لقيت نوتيفيكيشن مثلا كده ما عجبتكش. انا لا ما بعرفش استنى بصراحه، مش هكذب يعني. لا قدام لازم الناس مش قدام الناس. لا ما ببينش قدام الناس، ما هنا الذكاء بقى. ايه بقى؟ يا ده انت ذكي يا فطن. ايوه ايه بقى؟ احكي لي. لا بقفش اللي هي النظره اللي هو انا هولع الدنيا، ابص عرفت بس هو غالبا ده ما حصلش كتير يعني. مثلا بيكون في موضوع قائم احنا مختلفين فيه، فببقى مستني الرد بتاعه. ايوه. وعندي فضول اعرفه، فبتيجي النوتيفيكيشن مثلا، فلا وريني. طب ثانيه واحده بقى عشان نطلع السواد بقى. موقف لمحمد جوزك
ما احترمكيش فيه وانت مش قادره تنسيهوله لغايه دلوقتي مهما عدى عليكم الوقت؟ لا هو ما عملش كده. كدابه كدب الابل بقى، بقول لك ايه يا عم انت جاي تسيح لنا. استنى ما هو فعلا ما حصلش كده خالص. انت عشان عارف ان احنا بيحصل احيانا مشاكل، بس ده مش بيحصل قدام الناس يعني. لا قدام الناس. موقف حصل نبيل ما احترمكيش فيه بينكم. ايوه اصل هقول لك على حاجه، ما روحتيش مع البيت انا هتصرف. لا هاتي شنطتك وروح. شنطتك وبيت اخوكي موجود. قولي يا لا حبيبتي. بص، هو ما فيش موقف قدام الناس هو ما احترمنيش فيه بينكم وبين بعض. لا ممكن بقى الخناقات الطبيعيه اللي ما بين اي زوج وزوج، ان احنا بنزعق صوتنا بيعلى على بعض، مش عارفه ايه، بينزل بيسيب البيت وبيرجع، الطبيعي يعني. لكن ان هو قدام ناس لا. موقف بينك وبين نوره سواء بينكم وبين بعض او قدام الناس حصل فيه عدم احترام او عدم تقدير؟ لا هي بتاخد بالها قوي قدام الناس، بالعكس ده هي كمان عندها القدرة ان هي بتتملك اعصابها اكتر مني بكتير قدام الناس. انا اللي فالت شوية. طيب. لكن جوه بقى البيت يعني الحمد لله. قاعدين فعلا كلكم اصحاب مع بعض، وانت عارفه ان الشعب المصري بيحب يركب الناس مسرح، وكل واحده بتقول لا جوزي مش عارف ايه ولا مش عارف ايه، فانت رحتي زيطه في الزيطه ورحتي ايه راميه افين 3 4 على جوزك. فهمت. لا يعني بص، لا احنا ممكن نبقى قاعدين بنتكلم عن الحياه عامله ازاي، لكن ان انا ارمي افين على جوزي اقلل منه قدام ناس في جروب والكلام ده لا استحاله. طب نولعها بقى شويه. 3 حاجات بتحبيهم في محمد بسرعه. هم اكتر من 3 حاجات. انا عايز 3. ما اديني 3. بيعرف يتحمل مسؤوليه ودي اهم حاجه. 2 موجود في اي حاجه انت عايز، يعني لو انا وقعت في مشكله هو اول واحد انت هتجري عليه، دي حقيقه. 3 حنين حنين حنين. ايوه بتقولي ده حنين. ما هي دي يعني حاجه عايزه، فاهم؟ عايزه. اكتر 3 حاجات ما بتعجبكيش في نبيل؟ عصبيته. ايوه عصبي لأبعد الحدود. عصبي 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 عصبي. اما بيبقى متعصب دي تاني حاجه ما بيسمعش. يعني انت مهما هو مش سامعك، هو بيتكلم هو بس. ما بتعرفش ان انت. تالت حاجه بقى ان هو لما بيبقى خلاص مقفول استحاله انك تعرف تتكلم معاه خلاص. حماده اكتر 3 حاجات بتحبهم انت هتضربني ولا ايه؟ اكتر 3 حاجات بحبهم فيها. ايوه. لا هي جدعه جدا. هي صاحبي الجدع بصراحه. يعني دي اول حاجه. بعرف يعني احمل عليها حاجه وانا مش موجود. يعني عندي الثقه الكافيه ان وانا مش موجود اطلب منها حاجه انا اللي كنت بعملها وعارف ان محدش بيعرف يعملها غيري، لا بتقدر تقوم بيها على قد ما بتقدر، ما بتاثرش يعني. الثالثه طيبه هبل يعني. عندها طيبه هبل. اكتر 3 حاجات بقى مش بتعجبك في نوره؟ ان لما بنروح او بنكون لوحدنا وفي مشكله، انا ما بحبش ان احنا نتعامل بشكل ان هي تبقى واقفه قدامي الند بالند. 2 دي كارثه بالنسبه لي. 2 ان هي ممكن تخبي عليا حاجه هي عارفه ان هي هتضايقني. انا الحركه دي انا عارف ان هي بتبقى عاملاها بحسن نيه، ان هي مش عايزه تضايقني. ايوه. ولكن انا ما عقلي بيرفضها يعني، ما بعرفهاش يعني، ما فهمهاش. الصوت العالي احيانا في النرفزه بس. احيانا ايه انت فاهم غلط يا حافظ. انت جاي مش عارف، انت عايز تفضحنا وخلاص. انا عايز اقول لكم حاجه، اللي في ابحاث وفي دكاتره وفي قالوا ناس يعني بره مصر وجوه مصر ان الاحترام في الحاجات الصغيره، في التصرفات، حتى في المعاملات اللي بينكم، بيؤدي الى الاحترام في الحاجات الاكبر. اديني مثال لحاجات ممكن تبدو صغيره لكن انت بتشوفيها حاجات ان هو فعلا بيحترمك. مثلا لو احنا قاعدين في البيت، احنا بنختار اصلا الفيلم مع بعض، يعني هو بيسيب لي المساحه ان انا اختار. ولو في مثلا لا ده مش عاجبني، لا عادي بيقول لي لا خلاص نشوف اللي انت عايزاه، بعد كده نشوف اللي انا عايزه. وانا نايمه عارف ان انا ما بحبش مثلا حد ينور عليا النور، لا هو بيدخل بالموبايل ينور بالراحه وياخد حاجته وبيطلع، عشان عارف ان انا ما بحبش كده. نفس السؤال نبيل، برضو ايه الحاجات الصغيره اللي بتعملها نوره معاك سواء جوه البيت او بره البيت او في الشغل، انت شايف ان ده برضو يندرج تحت مسمى الاحترام؟ حاجات كتير. يعني مثلا عندنا في الشركه، هي مديره الشركه عندي، تقريبا ما بتقوليش يا محمد لحد النهارده قدام الشباب في الشغل وبتاع استاذ محمد
وكده. دي حاجه من الحاجات البسيطه اللي هي بتعملها. في حاجه تاني، لما ببقى راجع من الشغل احنا لوحدنا، هي يا عيني اللي بتعمل كل حاجه في الشقه، تمام، من تنظيف واكل وطبخ وبتاع. وانت ايه بتنام ولا بدري؟ مره مفيش أي لا حاجة؟ بعمل طبعا بس بعمل لما ببقى شايف ان هي محتاجاني، او لما بتيجي صدفه، يعني مش ضروري ان انا اعمل يعني. لكن هي اللي شايله كل حاجه، عمرها ما جت طلبت مني شيل معايا مثلا ولا اعمل معايا. يعني انا حتى بقيت بتكسف من نفسي، لان انا عشان ما باخدش بالي، مش قاصد ان انا ما اشيلش حاجه يعني. شايفه الكاميرا الحلوه دي؟ هبص للكاميرا دي حضرتك، اوكي بص لها. ايوه تمام. نوره، اكتشفتي حاجه جديده في محمد نبيل بعد الحلقه دي ما كنتيش عارفاها فيها قبل كده؟ زي ان هو اصلا مش متكلم ومش بيعرف يعبر عن مشاعره، فهو قال على حاجات ما بيقولها ليش ما بيني وما بينه. اوكي طيب، تقولي كلمه للناس عن مفهومك للاحترام، تنقلي لهم التجربه، تقولي لهم ايه؟ انه لازم تبقى في ما بيننا وما بين بعض احترام، خصوصا حتى مش لازم قدام الناس، حتى لو احنا في البيت نحاول ان احنا نعالج الحاجات اللي احنا مش بنعرف نعملها. يعني ممكن بنتعصب، فممكن ناخد نفس ونهدى، كل واحد ياخد بريك لوحده شويه ونرجع نتكلم، بس لازم يبقى في كلام عشان كل واحد يحترم مساحه التاني. عسل. نبيل، هتبص للكاميرا نبيل وتقول لنا ايه حاجه اكتشفتها في نوره بعد القعده بتاعت النهارده عن الاحترام ما كنتش عارفها فيها؟ لا هي نوره بصراحه في الموضوع ده لا ما اكتشفتش حاجه جديده. هي يعني هي في الموضوع ده كامله بصراحه. طيب، توجه رساله للناس ايه؟ ازاي يحترموا بعض؟ ايه الطريقه اللي يحترموا بعض بيها عشان الجوازه تمشي وتستمر؟ السبيس دي نقطة في ناس كتير ما بتبقاش واخدة بالها منها خالص. فكرة السبيس دي حاجة مهمة جدا. تدي الشخص اللي معاك او البارتنر اللي معاك اللي عايش في مكان واحد مساحته في كل حاجة. كان الغرض من الحلقه بتاعت النهارده ان احنا نتكلم على الاحترام. حاجات صغيره جدا ممكن تبدو للناس انها تافهه، انك تنزل تفتح لمراتك باب العربيه ده احترام، انك تنزل وتتكلم مع مراتك ده احترام، انك تقولي لجوزك كل حاجه بصراحه وتتكلموا مع بعض، وانك حتى تحطي له كوبايه قدامه كده وتقولي له الف هنا وشفا، ده احترام. كده انا خلصت وهم خلصوا والدنيا تمام. استنونا ان شاء الله في حلقه جديده من وقت اطلاق النار. ثانيه واحده على بقى